2020 لعبنا مباراة أولى بالدرجة جاهزية المباريات أعلى من ما كان واضح، لكن قدرنا نسيطر على المباراة بشكل كثير كبير. كان عندنا فرص محققة لأن نسجل منها، إن كان مهاجمين عديش أو كواي أو البحر. ما جانبنا ما كنا موفقين في التسجيل، لكن قدرنا نسيطر بنسبة كثير كبيرة على المباراة. حكمنا في أجزاء كبيرة من الرتم. بالنهاية نلعب مع فريق كمان هذا مجهز معد بشكل جيد، عنده انتدابات من أفضل اللاعبين الموجودة بالبلد، وعنده كمان أكيد جهاز فني جيد. نقول مبروك لكن نحن في بداية الطريق. هدفنا نحن حاليا كان منصب بشكل كثير كبير على تحضير بطولة الدوري. كنا نتأمل نلعب مباريات أكثر خلال بطولة الدوري، لأني ما قدرنا نلعب مباريات رسمية مستعدين نلعب مباراتين على ملعبنا. واليوم أول مباراة رسمية كانت. إن شاء الله بكون الفريق القادم بشكل أفضل بإذن الله. كابتن علي، احكينا عن اللقاء اليوم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحمد لله رب العالمين، قدمنا مباراة برأي يعني كل الناس كنا كثير منيحين، استحوذنا على اللعب، خلقنا فرص كثير منيحة، بس ما الحظ ما وفقنا، وبالنهاية خسرنا ضربات جزاء. نحن ما خسرنا بالملعب، يعني ضربات جزاء ضربات حظ. الحمد لله رب العالمين، وبنوعد الجمهور ان شاء الله القادم افضل بالدوري. وبالاخير هي مباراة يعني بطولة ودية بطابع رسمي. ان شاء الله بيكون القادم افضل للنادي والجمهور. شكرا لك كابتن. تفضل يا كابتن. هذا كابتن، يعني اليوم مباراة بشكل عام، يعني شايفين يمكن الفريقين ما انتهوا بشكل جيد، لانه كنا عندنا بس حسينا انه في بالوسط في شوية مشكلة. اليوم في لعيبة ما كانوا بالفورمة، يعني تصير مساحات صارت لهم مساحات. لاعبين كان اليوم عندنا 3 لاعبين اشهر هناك اصلا. مساحات 3 كانوا مميزين كويسين. كان نحن اليوم مشكلتنا الرئيسيه هي اجنحتنا ما كانوا بالوضع الفني والقوه اللي نحن اصلا معولين عليها. نحن اقوى شيء كانت الاجنحه هي كواي وعليش، ما كانوا اليوم بالفورمه المطلوبه منه. لا، الوسط كان جيد، لكن قوة حطين في عناصر. اليوم انت عم تلعب ضد مميز 3 عناصر بالوسط تبع الحطين. مصطفى جاي بالكراس، خلوه محمد عنز. نعم. مقابلة نحن عندنا اشهر ونايف وحسن. اشهر بيملك خبرة، 2 صغار لسه ما عندهم النضوج الكامل لانه يقودوا خط الوسط لكن كانوا شاغلين نفسهم ساعدين بشكل جيد. في بعض اللحظات او الدقائق الاخيره من الشوط الاول سيطر حطين بشكل جيد، عمل 10 دقائق كثير مميزه، فرض اسلوبه علينا. ولكن بدايه الشوط الثاني رجعنا لوضعنا، سيطرنا على اللعبه، منعنا اول شيء تكون علينا فرص خطره باستثناء الضربه الثابته اللي كانت فرصه لجديد، كانت سوء تمركز من حنان. ولكن المجمل كان وافق الفريق جيد. مثل ما حكيت، يمكن جاهزيه المباريات ابدا غير موجودين. احنا ما قدرنا نلعب مباريات رسميه، حاطين لعب 3 أو 4 مباريات دورة تشرين، ولعبة مع الجيش بالدراء. كان يعني المفروض يكون نوصل لجاهزية أعلى من هنا. نحن لعبنا في ملعبنا يمكن كمان ما بياخذ الطابع الرسمي مثل هذا الملعب، مشان هيك ما قدرنا نكون جاهزين. مع ذلك كان بالشوط الثاني ما قدرنا ننهي المباراة. كابتن اليوم حاسين كنا عندنا يعني مثل تخوف من الدفاع. انا برايي يمكن خط الدفاع كثير ممتاز، يعني رغم انه فريق حاطين من فرق كثير وهجوم وعبادي وكذا، يعني اطالع عليهم ما في فرص الدفاع كان متمركز بشكل جيد. كل المهارات ممكن نشتغل فيها. فالفريق خط الدفاع مطمن، يعني بغض النظر عن العناصر اللي عندك. ابراهيم زين له خبره كبيره، يعني لاعب جديد، وحمزه كويس وحنان لاعبين جيدين. خلينا يكون عندنا ثقه بالفريق لانه بدايه المشوار. ما نرد على الحكي الكثير ولا نسمع كلام. بالنهايه طبعا كل الانتقاد وكل الاحترام، لكن بالنهايه هذا عندك فريق بيمشي بالدوري، بدك تحضر بشكل جيد، تمشي بشكل جيد، بدك تمر بصعود وهبوط ان كان على مستوى النتائج او المستوى. ولكن في النهايه اللي بيملك الثبات اكثر، ثبات مو بس الفني،
تبادل دعم اللي بيستمده من اداراته ومن جمهوره ومن كادره ومن لعيبته، هذا ممكن يوصلهم على بس كابتن نرجع 10 دقائق قبل الاخر من الشوط الاول. الحق ان كنا الكرات يسعى صارت الضغط علينا، الكرات عم شتتها هترجع على اصابهم كلها. يعني السيطرة اللي كانت بالعشر دقائق الأخيرة أنا حكيتها بين الشوطين. نتيجة عم نطلع كرة ما نطلع فيها للهجمة عم يخسرها حسن دهان، نطلع كرة ما نطلع فيها للهجمة عم يخسرها كواي، هي بتكون هجمة ممكن تكون هجمة واحدة يعني فريق كبير بسبعة ثمانية عندك في منطقتك. ايه مضبوط يعني انه نحن بالتحول السريع في هالمحلات ولكن انا برايي كمباراه اولى باستثناء اجنحه الفريق اليوم الاثنين كان فريق انا برايي كان مباراه جيده وقادرين اجنحه الفريق تعبوا كثير دائما هذول اهم اثنين بتبدلوا في كل العالم. نحن اليوم لو عندنا فواز بودرجي ما مصاب لو حسن انس دهان كان موجود معنا كنا بنعمل فرق اثنين تبديلين بيطلعوا اثنين جاهزين نزلوا اثنين جاهزين بيعملوا فرق كثير كبير ولكن للاسف ان بعيدين عننا. بالمقابل البدلاء ضعيفين خبره معنا. عندنا مشكله كثير كبيره نحن بالبدلاء، نحن اكثر نادي مرات المؤتمر المباراه اكثر نادي نحن نضر من الخمس لاعبين عكس كل ما يقال. نحن اكثر نادي نضر لان نحن اقل نادي بملك نوعيه لاعبين كانت خارج النادي حتى ترجعهم. طلع كل انديه مثلا مين عندك نحن كان عندنا خارج النادي نقدر نرجعه نوعيه عاليه. ما في بشكل عام. الوصفي رجع 7 لاعبين بنوعيه عاليه. حاطين رجع كذا لاعب بنوعيه عاليه، رجع مرديك ورجع جنيل ورجع جاب اضافه للخمسه جاب يعني رجع نور غريب زين خديجه، رجع لاعبين مميزين بفريقه من ابناء النادي اضافه للخمسه اللي جابوا، اضافه للسادس تحت السن اللي هو داي حسون. قدروا يعملوا يعني اضافات كثيره للفريق. وبالمقابل نحن كان عندنا مجرد الخمسه اللي استخدمناهم حاليا نحن 4 منهم لان يوسف الحومي قيد التجهيز، يوسف الحومي جاهز وكان ابراهيم السيسي منه ظهير يمين اضافه وسط سته ثاني اضافه يعني بيعطوا كلهم خلال المباراه اضافات لانه يكون عندك بدلاء جديدين. اليوم اللعبه ما بنحسب بال 11 الاساسيين، اليوم بنعملوا 4 أو 5 تبديلات نحن ما قدرنا نعمل. هاي يهم شيء يهم النادي يعني يهم الجمهور انه نحن فريق يدخل دوري لازم يكون البدلاء يعني اقل شيء في قريب شوي عن الاساسيين. هذا انا يعني برايي العالم يمكن اشرت مثل الموضوع انه في فوارق كبيره بين الاساسيين والاحتياط. نحن نكون دوري طويل نحن بحاجه للاعبين هذا الكلام عم نصدقه عم نفكر هيك شيء. طبعا نحن بحاجه للاعبين عم ندور من ابناء النادي حصرا ان نامن لاعبين يدعموا صفوفنا في احاديث كثيره مع كان ريحانيين كان بعض اللاعبين ما راح نسميهم المرتبطين مع الانديه حتى ما نخرب عليهم لاعبتنا، ولكن نحن ما لنا غفلانين على هذا الجانب. نحن بحاجه لا شك للاعبين يدعموا صفوفنا خلال الدوري حتى يكون بنشنا مساعد بشكل جيد خلال المباراه. شكرا. حنعمل سؤال زملائنا.